السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب قناة الطريق الخير يحييكم. مرحبا بجميع الإخوان والأخوات في هذا الموضوع الجديد اللي غادي نحاول نتكلم فيه، يعني على الكوبل ياسين وسهام. كما عرف الجميع فكان واحد الحدث إعلامي كبير في المغرب بالنسبة للكوبل سهام وياسين. شفنا مجموعة من الناس اللي ساعدات هذا الكوبل هذا بالإشهار كما كيقولوا، يعني على وسائل التواصل الاجتماعي. فحسب رأيي الشخصي فالمساعدات ولو تكون بالإشهار فهي يعني واحد المسألة مزيانة، واحد المسألة إيجابية، يعني كتساعد في زرع داك روح التعاون بين الناس. وشفنا حتى أن هناك يعني مجموعة من الناس اللي محتاجة للمساعدة. فهاد الضجة الإعلامية اللي حدات على هذه المساعدات اللي تخصات الكوبل ياسين وسهام فبادرة حسنة بالنسبة لي، فبادرة حسنة وكتشجع ناس أخرين على العطاء لناس أخرين إلى غير ذلك. واحد الميساج بغيت نوجهه لخويا عثمان، يعني مول الخاتم. كما شفنا مول الخاتم قام بواحد البادره طيبه، بواحد البادره حسنه اللي شجعت ناس اخرين، يعني زادوا حتى هما قاموا بمسائل اخرى، لا بالنسبه لاكشوان اكنوان ولا بالنسبه للكوبل ديال سهام وياسين. كما شفنا السي عثمان مول الخاتم يعني جاب هديه ثمينه للكوبل. والحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش يعني في واحد التصريح كان قالو، هو انه قال انه حرم دينه غادي يعطي داك الخاتم. فاخويا مثل هذه الجمل فمن الاحسن باش ينطقها الانسان، ففقط الى وعد الانسان يقول بانني يعني انا اعد فلان بكذا ويوفى بالعهد ديالو. والحمد لله شفنا مول الخاتم بانه وفى بالعهد ديالو وسلم يعني خاتم ديال الماس لسهام وياسين. والمغاربه الحمد لله معروفين بالكرم، معروفين بالمساعده فيما بينهم. ونتمناو باش تستمر مثل هذه الضجات الاعلاميه حول مثل هذه المواضيع ديال المساعدات. هذه المساعدات لانها يعني كتنمي داك روح التعاون في المجتمع المغربي، وهذه كما قلت بادره حسنه، وكنتمنى الخير للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.